اليوم اعتقادي راكم قريتوا البيان تاع مجلس الوزراء، والسيد رئيس الجمهورية أعطى تعليمات واضحة ونهائية على إصدار قبل نهاية الأسبوع، وإن شاء الله رانا في نهاية الأسبوع، وإن شاء الله أقول بعد ساعات سوف يصدر هذا يصدر في الجريدة الرسمية. الجريدة الرسمية هي الجريدة القانونية التي تطبق في كل المشاريع، إما كانت قوانين أو دفاتر شروط. البارح قمنا بتقديم دفتر الشروط الخاص بالتصنيع من أجل ترقية الصناعة الحقيقية الفعلية، وكذلك تكون مرافقة. كما قلنا سوف تكون السوق يحتاج إلى سيارات، سوف تكون مرافقة فيما يخص استيراد السيارات، ثم كمرحلة أولى هي عملية التركيب إلى الوصول إلى صناعة حقيقية بعد 5 سنوات إن شاء الله. وسوف تلاحظون في دفتر الشروط راعينا كل من حقوق وواجبات فيما يخص المستثمر لتسهيلات الاستثمار ما جاء بها قانون الاستثمار، وفي نفس الوقت كذلك ضمانات بالنسبة للمستهلك وحماية لحقوقه فيما يخص الآجال، فيما يخص الضمان، فيما يخص قطع الغيار. كل الأشياء سوف يكون لدينا إن شاء الله وقت ونشرح كل هذه التفاصيل، لأن دفتر الشروط فيه عدة إحالات، وكل إحالة لها مضمونها، وإن شاء الله عن قريب نتكلم في هذا المجال. شكرا. هناك عدة شركات تسعى أن تكون هي صناعة، وإن شاء الله هناك هناك شركات نتفاوض معها، كي ننتهي سوف نعلن. الشركات المعروفة أي موجودة، مثل شركة سيلونتيس، وهو مجمع كبير يحمل عدة علامات اتفقنا عليها، امضينا معه فيما يخص فيات، وان شاء الله سنه 2023 انطلاقه فعليه لهذه الصناعه الى الوصول. سوف ياتي كل مرحله ياتي وقتها. شكرا.